سلام الإخوان ومرحبا بكم في فيديو زوين ومشوق عن جديد المنتخب المغربي الرديف اليوم وعن حرارة اللي هي قبل الماتش الأول أمام جزر القمر. وشنو قال المدرب السكتوي اليوم على هذا الماتش؟ هادشي كله غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو. غير هو أخوتي المغاربة ما تبخلوش عليا باللايك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. يلا نبداو على بركة الله. في أجواء كلها ترقب قبل ما تبدا كأس العرب 2025 خرج المدرب الوطني طارق السكتوي وكشف على كواليس مثيرة من داخل معسكر المنتخب المغربي الرديف، وبين حجم التحديات اللي واجهتهم في فترة التحضيرات. واكد في نفس الوقت ان الهدف ديال اسود اطلس واضح تماما، التتويج ولا غير تتويج. السكتوي ما خبأش الصعوبات اللي صارت في الطاقم الفني ديالو، وقال بنبره كلها مسؤوليه عانينا من تاخر التحاق بزاف ديال اللعابه، ولكن المدرب المحترف خاصو يتاقلم مع جميع الظروف. وزاد شدد على اهميه المباراه الاولى ضد المنتخب جزر القمر وسماها بالبوابه باش يدخل المنتخب للبطوله بثقه وقوه كبيره. ومن بعد وهو كيهضر على تفاصيل المعسكر جاب السكتيوي مثال صادم. اللاعب كارتي وصل البارح مع الوحده ديال الليل ساعات قليله قبل اول ماتش. تفصيل صغير ولكن كيبين الضغط الكبير اللي عايشه المنتخب المغربي بين قله الوقت وصعوبه الانسجام. ورغم هادشي المدرب كيأكد ان المرحله دابا هي التركيز كامل، حيت البطوله ما كتسنى حتى شي واحد. وبالنسبه للخصم الاول السكتيوي كان واعي بالقوه ديالو، فمثلا منتخب جزر القمر حضر للبطوله قبل منا ب 15 يوم ولعب ماتش ودي ضد المنتخب اليمن. هادشي عطاهم افضليه واضحه. احترام كبير كيعبر على عقليه المدرب، ولكن في نفس الوقت كيبعث برساله قويه وغير مباشره. حنا جينا باش نقاتلوا ماشي باش جينا نبرد الظروف. وفي الختام وجه السكتيوي رساله قويه للجماهير المغربيه، رساله كلها امل وثقه. المنتخب كيتحسن يوم على يوم، وروح المجموعه وحب الوطن قادرين يعوضوا جميع الفوارق. كلمات خلت الانصار يحسوا ان شي حاجه كبيره كتوجد داخل المنتخب، وان اللاعبين واجدين يرفعوا الرايه الوطنيه للسماء. ويذكر ان المنتخب الوطني المغربي غادي يواجه جزر القمر غدا الثلاثاء ابتداء من الساعه 1 ديال النهار في اول امتحان بصح لاسود الاطلس في دور المجموعات. ماتش اللي يقدر يبين الطريق من الاول. اخواني الكرام، الى عندكم شي اسئله حطوها لي في التعليقات وانا غادي نجاوبكم عليها. يلا نشوفكم في فيديوهات اخرى، مع السلامه.